وظيفة تحفيظ القرآن الكريم وإمامة الصلاة والأذان بالأجر حرام على مذهب جمهور الفقهاء. افتحوا كل كتب الفقه، محدش قال جائز غير المشروع عند المالكية وبعض قليل من الشافعية، والمتأخرين من الحنفية قالوا استحسانا. لكن المتقدمين الحنفية لا 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 لا. والإمام مالك نفسه لما جه قال يجوز، قال يجوز بس بشرط يجمع الأذان مع الإمامة، فلو ده لوحده الإمامة ما ياخدش فيها أجر، وإلا كان مكروها. الحقيقة جالنا رأي أو جالنا كلام من هذا الموضوع من خلال الخطابة والإمامة والوعظ، قال أنا بعمل الشيء ده بمقابل وفيه علشان كمان أنقي هذا المال، أو لو في أي لا شك لا، أنا عايز أقول له أنا كمان بعمله حاجة لله لوجه الله جزء آخر. أنا عايز أقول له من أوسع الأبواب، عندك رأي فقهي بيقول حلال وده رأي المالكية في المشهور، استند إليه وأنت مطمن. بقية الفقهاء قالوا حرام، قالوا حرام ده رأي، واللي قال حلال ده رأي. فأنت أيها الإمام نفسك تطيب إن الأجر اللي بتاخده حلال 100%، بس مش على كل الأقوال، لا، على قول دون قول. نعم. القول ده المشهور عند المالكية وبعض الشافعية والمتأخرين من الحنفية. بقية الفقهاء حتى المذهب الظاهري كانوا متشددين جدا، والمذهب الشافعي في أكثره، والمذهب الحنبلي. أقول لك أدلتهم إيه؟ طبعا في بيان حديث رواه أحمد وأبو داود عن عبادة بن الصامت، إن سيدنا رسول الله جاله عبادة بن الصامت وبيقول له يا رسول الله، أنا علمت ناس من أهل الصفة القرآن والقراءة والكتابة. أهل الصفة دول كانوا ناس بسطاء، وأخذوا زي مصطبة كده في خلف المسجد النبوي الشريف وقاعدين فيها يعني. فهو عمل خير زي ما بنشوف كده رجال اعمال النهارده ويشكروا، كل ما يشوفوا مثلا حي محيه شعبيه ولا ناس قريه كده يروحوا يتبنوها ويتبرعوا. فنفس الامر الروح الحلوه ديت موجوده في الجيل بعد جيل. فلما راح يعلمهم القراءه والكتابه والقران الكريم مجانا، طيب مفيش شرط، مجانا. جميل. ولما خلص التعليم فالراجل طلع كريم قوي وجاب له قوس درع عشان لما يجي يحارب يدافع عن نفسه بيه. راح اشتري له زي ما احنا دلوقتي بنفكر اجيب فلان هديه ايه، فروح نفكر كان زمان حاجه ينتفع بيها، فراح جاب له قوس. فلما جاب له قوس فرح بيه، بس قال انا اخده من غير ما تستاذن سيدنا النبي. راح يا رسول الله، انا علمت احد من اهل الصفه القران والقراءه والكتابه فاهداني قوسا. فقال له ان شئت ان يقلدك الله بقوس من نار يوم القيامه فاقبله. قال له يا رسول الله انه قوس انتفع به في الجهاد. فسيدنا النبي قال له نفس الكلمه فرده. قالوا ده دليل على ان القران ما حدش ياخد منه اجر. حديث تاني رواه احمد باسناد صحيح ان سيدنا رسول الله قال اقرأوا القران ولا تكفوا به ولا تستكثروا به ولا تاكلوا به. ولا تكفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تاكلوا به. فقال ما ينفعش اكل بالقران. ده دليل الذين قالوا انه ايه؟ انه حرام. تعال بقى شوف الذين قالوا انه حلال، برضه لهم دليل مقنع عشان نطمن. نعم وكلهم بدليل وزملائنا والذين يقومون بهذا العمل. حديث في البخاري ان سيدنا رسول الله، والبخاري ومسلم كمان، ان سيدنا رسول الله بيقول خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وفي حديث نفس البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري في قصه النفر الذين خرجوا الى حي من احياء العرب وقالوا لهم ان سيدنا لدغ واحنا عايزين حد منكم يرقى هذا السيد. قالوا انتم بخلتوا علينا، كم تعطونا؟ قالوا هنعطيك قطيع من الشاه. فاشترط. المهم راح قرأ عليه الفاتحه وربنا شفاه، فادوا له القطيع من الغنم. فبعضهم قال لا احنا ناكل حرام، ناكل بقرة حرام. راحوا لسيدنا رسول الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ بيقول للي قرأ الفاتحه ومن ادراك انها رقيه، عرفتها منين؟
اقتسموها واضربوا لي معكم فيها بسهم، عشان يطمنهم على ان الاجر ده نعم. حلال. الشاهد في اللي انا ذكرته ان العمل ده باجر حلال 100% ولا حلال على احد القولين؟ على احد القولين. وحرام على احد القولين؟ على احد القولين. نفس الامر العمل في السياح حلال على قول ابي حنيفه وقول روايه عن احمد، وحرام على جمهور الفقهاء. زي ما ده في قولين ده في قولين، اشمعنى القولين دول احنا عصرنا الليمونه وقبلناها، والقولين دول مش عارفين نعصر الليمونه ونقبلها؟ ليه واقفين قصاد بعض؟ في قانون التدافع المتك عليه، أيوة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فانا عايز الكل يعرف ان اللي بيته من ازاز ما يحدش نفسه بطوب. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عليه ومسلم الصلاه والسلام عن ابي هريره وعن صحابي اخر بيقول: لا يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. وفي روايه ثانيه: سددوا وقاربوا فانه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. نعم. يعني لم الدور، ما دام فيها قولين سيب الناس تنتفع بالقولين. ارحموا الناس. الرحمه ديت سمه الاسلام، جميل. سمه الدين. طيب. والرحمه تستلزم ان لما الاقي راي فقهي يخدم اخويا ويخدم جاري اقول له عليه. اخويا وجاري مش هينفذ الا اذا اقتنع. طب يعني احنا بس في نهايه اللقاء، لما اتكلمنا عن زخم الفتاوى، حضرتك اكيد يعني لك كلمه لمن يستمع، لمن يقتطع، يعني لمن يستجيب، لمن يلبي، يعني لازم لا، اصل الخائن ما تعرفيش تنصحيه، لان العامد الى الخيانه ده انسان متوجه الى خيانته وبياخد اجر عليها الى هدفه. نعم. وربنا بيحذرنا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. طيب. طبعا بشكر حضرتك، بس في نشرة الحقيقه واحنا نختتم هذا اللقاء واذان العشاء ان شاء الله برضو، لكن الشكر الجزيل في نهايه هذا اللقاء. وبنشكره طبعا دكتور سعد الهلال استاذ الفقه المقارن جامعه الازهر الشريف على ايضاحه لمثل هذه الامور، واحنا منتظرين برضو اراء حضراتكم والاسئله الخاصه بمثل هذه الموضوعات اللي احنا بنثيرها من خلال حلقاتنا. ان شاء الله حلقاتنا موجوده على اليوتيوب. شكر الخاص لحضرتك، وان شاء الله نشوف حضراتكم باذن الله الاسبوع القادم حلقه جديده ومجلس جديد للفقه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.